صباح الخير عليكم، أصحابي وحبايبي وأصدقائي في كل أنحاء العالم. صباح الخير من مصر، مصر العظيمة، مصر وطني، مصر أم الدنيا، مصر بلد كل الحبايب. أنا هكون معاكم يوميا من شوارع مصر ومناطق مصر وكل مكان حلو في مصر، من خلال برنامج رجعها حلوة تاني. في رجعها حلوة تاني احنا هنستعرض كل الأمور، وكل الأماكن اللي أصبحت حلوة تاني، إن هي أصلا كانت حلوة، والأماكن اللي اتعمرت واتطورت بناء على الإنجازات اللي تمت في آخر 10 سنين، أو في آخر 5 سنين، أو في آخر 3 سنين، أو في آخر أسبوع، أو اللي بيتم النهارده. استنوني طبعا في كل مكان انا شفت ان هو حلو، او هو واضح ان هو حلو. واهلا بكل اللي يحب يدعونا عنده في منطقته او في مكانه، نصور معاه ازاي مصر بقت حلوة تاني، او ازاي منطقته بقت حلوة تاني، او زي الشارع اللي هو بيمشي فيه متعود يروح يجي بقى بشكل تاني مختلف. يقدر يدعونا نيجي عنده، ويقدر يصور ويبعت لنا. انا النهارده معاكم من كورنيش مصر القديمه، تحديدا في منطقه المماليك، او قصاد حي الفرنساوي في منطقه مصر القديمه. هنزور مع بعض الاماكن اللي موجوده فيها. كانت اماكن سياحيه والاماكن الدينيه، بدءا من الكنيسه المعلقه واديوره مصر القديمه الاثريه، مرورا طبعا بجامع عمرو، جامع عمرو بن العاص، المكان العريق. مش هتصور هو بقى جميل حلو تاني في ايه، لا لا لا، احنا طبعا هو جميل طول الوقت، والاماكن دي جميله، اماكن مقدسه جميله، كل الوقت هي جميله. بس هنشوف اللمسه اللي معموله دلوقتي معموله ازاي، زي ما شفنا كلنا الفترة الأخيرة التطوير اللي تم في الأماكن الدينية. لو حد فيكم زار الحسين، زار مسجد السيدة نفيسة، زار أماكن كتيرة، هيشوف التطوير ماشي إزاي. بس أنا حبيت أبدأ برنامجي رجع حلوة تاني من مصر القديمة. استنوني، برنامج رجع حلوة تاني، عصام فوزي.